يا مساء السعادة والهنا على أحلى وأغلى عيلة في الدنيا، عيلة رانيا ميكس. ازيكم يا حبايب رانيا؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. النهاردة إن شاء الله ببيضتين بس وبمية مش بلبن. انت عايزة تعملي بلبن براحتك. هنعمل صينيتين اتنين أحلى وأجمل تحلية. كيكة بالشوكولاتة، جاتو سريع. بصي سميها زي ما تسميها، بس اقدر اقول لك دي في لمح. يعني بصي في 10 دقايق هكوني عامله الحلو اللذيذ ده. ما حصلش ومش هيحصل تاني. بس انتي امشي على المقادير والمكونات بالظبط وبالطريقه، وان شاء الله هتطلعي اجمل والذ تحليه لولادك، واقتصاديه جدا 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 وغير مكلفه بالمره. وهتشوفي اولا كلنا عندنا الدقيق، كلنا عندنا السكر، كلنا عندنا الزيت، كلنا عندنا المقادير كلها عندك في البيت. يعني مش هتتعبي ومش هتكلفي كتير، بس هتعملي كميه كبيره. انت تقدري تعملي نص الكميه دي ايه ببيضتين، لكن انا هعمل ايه يعني هعمل الكميه دي على مرتين، هحط 4 بيضات. تعالي الاول نشوف احنا عملنا ايه والقمر ده ازاي. معايا 5 كوب من الدقيق. بنخله كويس جدا، وبأكد تاني لازم ننخل الدقيق، لاني انا فعلا كنت ساعات ما بنخلوش وبكسل انخله. بس فعلا اكتشفت ان اي دقيق بيجيبيه من بره غير المغلف لازم ضروري، بجد بجد لازم تنخليه. معايا هنا ال5 كوبايات حطينا لهم كيسين من البيكنج باودر زي ما انت شايفه كده. برضو بنخله برضو عشان ما يكلكعش معايا. وهتنزلي برشه من الملح زي ما انت شايفه كده. حطينا ايه؟ هنقول تاني المقادير: 5 كوبايات من الدقيق، كيسين من البيكنج باودر، رشه من الملح، وبقلب كويس جدا جدا. ومعايا هنا معلقه صغيره مليانه من البيكربونات الصودا او الكربوناتو زي ما معروف عندنا في مصر. زي ما انت شايفه هنزل دلوقتي ب3 معالق كبار من الكاكاو الخام. عفوا يا جماعه، انت البيكربونات هنحط معلقتين صغيرين منها، مش معلقه. لكن لو هتعملي نص المقادير هيبقى معلقه بس صغيره منها. معايا هنا 2 كوبايات من السكر. انا ما كانش عندي سكر بصراحه اللي هو الخشن، فكان في بودره حطيت سكر، حطيت منه كوبايه وكوبايه من الخشن العادي. وبنزل ب4 بيضات و2 كوب ونص من السكر. تقدري تحطي كوبايتين بس هما بيحبوها مسكره شويه عندي. وبحط ايه، وبنزل دلوقتي بكيسين من الفانيليا، او تقدري تحطي لكل بيضه كيس، يعني ممكن تحطي 4 من الفانيليا. وكوبايتين من الميه. احنا في الاول حطينا كوبايتين في الخلاط مع المكونات ميه، وضربناهم زي ما شفتيهم كده. وبنزل بيهم على المكونات الجافه الدقيق بتاعي. وبحتاج دلوقتي دلوقتي 3 كوبايه بنزل بيها، وبقلب كويس قوي. طب الميه دي سخنه، يعني لا منها مغليه ولا منها دافيه، هي سخنه. وده كان معايا حوالي كوبايه الا ربع من او نص كوبايه من القهوه سريعه الذوبان، عليها معلقتين صغيرين، عشان القهوه مش بتبان في الطعم بس بتظهر طعم الشوكولات اللي احنا هنحس بيه واحنا بناكله. وبنزل بيها وبفضل اقلب زي ما انا عايزه. السمك بتاع العجينه بتاعي زي ما انت شايفه كده، هو ده السمك اللي انا عايزاه. تحفه تحفه. لازم يبقى خفيف شويه عن عجينه الكيكه اللي احنا عارفينها. بنزل دلوقتي بنص الكميه، او ممكن نقول بنص الكميه، وعليها كمان نص كوبايه كمان زياده، لان الصينيه دي 30 في 40، وديك او الصينيه التانيه دي اكبر صينيه في الطقم المربع بتاعي. فانت بقى بتوازي ايه؟ لو انت هتعملي نفس المكونات بنفس المقادير هتمشي بنفس نفس التكنيك ده. انا اسفه يا جماعه. وبعد كده بدخل الفرن. اول ما بتخرج بخرمها بعود شيش يكون عندك، او سنها رفيع براحتك يعني عادي. وبنزل بكوبايه متقلب عليها معلقه كبيره من النوتيلا اللي انتوا شايفينها دي يا جماعه انا اللي عاملاها في البيت. لو عايزين تعرفوا الطريقه، انا عاملاها بالميه على فكره، اقتصاديه جدا جدا ونفعاني فوق ما تتخيلوا. بصوا، هي اكتر حاجه بتديني الحافز ان انا اقوم بسرعه اعمل اي حاجه حلوه، لان انا عارفه ان انا
هلاقيها عندي وموجوده. طب انا يا رانيا ما عنديش النوتيلا اللي انت عملتيها، هنقول لك هتعملي ايه دلوقتي. هتعملي الصوص البارد، كوبايه من اللبن، على نص كوبايه من الزيت، على نص كوبايه من الكاكاو، على كوبايه من السكر، وبتضربيهم كويس جدا لحد ما يتقلوا معاكي في الخلاط، وتحطيهم للكيكه بتاعتك. هيبقى عندك احلى والذ صوص بارد ما حصلش، وسريع جدا جدا جدا، بمنتهى السهوله برضو اللي في الدنيا. انا كل ما باجي احتاج، كل ما الاقي الصواني عايزه مني باجي تاني وباخدها. طبعا هي تقيله معايا، فانا بخففها بشويه من الميه، وبطلع وبفرد كل النوتيلا. شايفين الجمال؟ مفيش احلى من كده بجد. طريقه النوتيلا دي وفرت عليا فوق ما تتخيلي، بس بجد كانت اختراع، حقيقي اختراع. انا من ساعتها كل ما الجردل يخلص اعمل تاني. اللي عايز طريقتها يقول لي يا جماعه، بمنتهى السهوله اللي في الدنيا، واقتصاديه جدا جدا جدا، ومش هتندمي لو عملتيها، وهتدعي لي دعوه حلوه برضو من قلبي. يلا لو وصلتي معايا لحد دلوقتي على في الفيديو، اللايك الجميل بتاعك يا قمر. ما تنسيش رانيا بلايك العسل بتاعك. وبفرد كويس جدا زي ما انت شايفه. طيب انا دلوقتي المفروض ان انا بحطها في التلاجة عندي، بحطها لمده مثلا كبيرها قوي ساعه، وبعد كده اطلعها واقدم منها. انا هقول لكم، احنا هنا طبعا كان عندي فرماسيه الوان، كان عندي فايد من ايام ما كنت عامله اللهم صل على النبي البيتي فور، فحطيت منه زي ما انت شايفه كده مع جوزة الهند. حاولت ان انا يعني عشان يبقى الشكل بس مش اكتر، لكن عايزه اقول لك النوتيلا كانت مخليها مش محتاجه اي حاجه اصلا يعني. بس قلنا قلت لا ازوقها عشان تبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. دي الصينيه التانية اللي انا قلت لكم، اللي هي دي اكبر صينيه في الطقم التالت، لكن الكبيره دي كنت جايباها لوحدها 30 في 40. ممتازه لما بكون يعني عامله كميه، حتى لو من غير الصينيه التانية دي. لو انا عن نفسي رانيا عملت الكميه دي الصينيتين مع بعض، خلاص كده تمام، عشان العيله، احنا بيت عيله. فانت تقدري تحطي بس بيضتين 2 بس، وتعملي صينيه واحده. لو هتعملي الكبيره 30 في 40 هتخليهم 3 بيضات. لكن لو الصينيه الكبيره عندك اكبر واحده في صواني المربعات، الطقم المربعات، هتاخدي بس بيضتين 2. شايفين الشوكولاته؟ انا طبعا النوتيلا لما انا هنا بسم الله ما شاء الله ما كنتش قادره عليهم بصراحه، صمموا ان انا اديهم فتقد من ساحه جدا، كانت ساحه لازم تدخل التلاجة. بعد نص ساعه ادي النتيجه انا بوريها لكم من نفس الصينيه. بصوا بعد نص ساعه بس، ما كملتش اصلا ساعه في التلاجة، انا حطيتها نص ساعه وطلعت بالشكل اللي انت شايفاه ده. بصي مفيش اجمل من كده. لو وصلتي معايا لحد دلوقتي يبقى حطي لي اللايك الجميل من ايدك يا قمر، والف الف هنا، ويا رب يا رب الفيديو يكون عجبكم. يلا سلام عليكم.